الجو ده محتاج ايس كوفي يرطب علينا، يلا نعمله مع بعض. هتجيبي اي برطمان عندك يكون مغسول وتعقميه طبعا ويكون محكم الغلق. هنحط فيه معلقة او ازيد سيكة من اي نوع نسكافيه عندك. انا استخدمت مصر كافيه وهو حلو على فكرة، مش وحش، وهيعمل كمية فوم محترمة. بعدين هنحط عليهم السكر، وده طبعا بيكون حسب الرغبة، كل واحد يحط الكمية المناسبة ليه. اخر حاجة ان احنا هنحط معلقة كبيرة تقريبا من المية الدافية، دافية مش مغلية يا جماعة، المية المغلية بتحرق القهوة مش مرة، انتوا اللي بتحرقوها. نقفل بقى البرطمان كويس جدا ونبدأ مرحلة الرج اللي هتعمل لنا اقوى رغوة من غير مضرب. شايفين كمية الفوم اللي عملتها؟ ولو زودت كمان الرج شوية هطلع فوم اكتر، بس انا صراحة اكتفيت بكده لان ايدي وجعتني. هنجهز بقى المجة او الكوباية اللي هنصب فيها الايس كوفي بتاعنا. جبت الكوباية وحطيت فيها شوية من التلج المجروش، لو عايزين تحطوا مكعبات عادي يعني. وبعد كده هزينه بصوص الكراميل، ده كان موجود عندي، ولو عندكم صوص شوكليت اي صوص تاني براحتكم طبعا. التزيين ده شغل كافيهات يا جماعة. بعد كده هجيب الفوم اللي انا عملته بالنسكافيه وهصبه في الكوباية، وبعد كده هجيب كوباية من اللبن الساقع من التلاجة وهحطه عليه. كنت عايزة اعمل شوية حركات كده للقلب والكلام ده فوق، بس معرفتش طبعا. وكده روانا على نفسنا وعملنا ايس كوفي في البيت زي الكافيهات بالظبط. ما اخدش دقيقتين، يلا قومي اعمليه.